خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لإصابته بنزلة برد وتأجيل وإلغاء بعض الاجتماعات اليوم، وذلك بناء على آراء الأطباء. وأعلن ذلك الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عن إصابة فضيلة الإمام الأكبر بدور برد شديد. وكتب حساب الصفحة الرسمية للأزهر الشريف: تعرض فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لإصابة بنزلة برد، وبناء على ذلك نصح الأطباء بالراحة لمدة 3 أيام، ولن يتمكن من الوفاء ببعض الارتباطات خلال اليومين القادمين. خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. نسألكم الدعاء.